طلاب الغاليين واخواتي الحلوين طلاب تانية ثانوي. النهارده ميعادنا مع ملخص سريع للقصه. هنقرا الاحداث الاساسيه، التفاصيل اللي في النص اللي هي ملهاش لازمه، اللي هي بتعمل النوفل او بتعمل الروايه كبيره على الفاضي. لكن احنا هنقرا التلخيص، نرسم رسومات بسيطه عشان تعرف الشخصيات من بعض. هم 4 شخصيات الاساسيين، ونشوف الاحداث كان فين واخد قد ايه، اللي هو around the world، يعني حول العالم in 8 days، في خلال 80 يوم. هنعرف راح فين والمشكله اللي حصلت له، هي دي الحكايه. وهنقرا الاسئله بالاجابات مع بعض. يلا بينا، يلا. الشخصيات الرئيسيه، اول واحد اسمه فيلياس فوج. فيلياس فوج ده ريتش كام انجلش جنتلمان. هو راجل انجليزي ثري ومحترم، ريتش ثري، كام هادي، وانجلش انجليزي. loves punctuality، بيحب الانضباط جدا، punctuality الانضباط، and routine، بيحب النظام، نظامه ثابت ما بيغيروش ابدا. بيتس هي كان، كلمة بيتس يعني يراهن. بيتس دي كلمة مهمة اهي، لأن بيتس دي لو عملتها بي كده تبقى حيوانات أليفة. اوعى تغلط في العصاية بتاعت البي، تفرق. بيتس هي كان travel around the world in 80 days، بيراهن ان هو ممكن يلف العالم في خلال 80 يوم. ده الشخصية الأولى. اوكي. الشخصية الثانية الخادم بتاعه اسمه باسبارت. باسبارت هو باسبارتو، التي الأخيرة مش بتنطق، مش باسبارتوت، باسبارتو. ده عبارة عن فوجز لويال، لما تيجي تعمل ملكية أبوستروفي اس الملكية، لويال فرنش سيرفنت، أو فوجز سيرفنت على طول. هو الخدام لفوج. إذا فوج ده هو البطل بتاع القصة، هو الراجل الكبير ده. كمان السيرفنت الخدام ده فرنسي. كايند، يبقى الراجل نفسه فيلياس فوج هو انجلش، راجل انجليزي وجايب خدام فرنسي. كايند اند هامرز، كلمة هامرز معناها مرح، بيحب الضحك والهزار. but sometimes close me، لكن احيانا بيكون close me يعني عنيف. اخرق دي معناها غبي، احيانا بيتغابى يعني. helps فوج، بيساعد فوج on the journey، في الرحلة. دايما الرحلات بتاخد on. ديتكتيف فيكس، المحقق اللي اسمه فيكس. بريتش ديتكتيف هو محقق بريتش بريطاني. ثينكس فوج روبد ا بانك، هو اللي اعتقد ان فوج اللي هو بطل القصه انه سرق البنك، لان كان في اخبار عن سرقه بنك في نفس اليوم اللي فوج هيلف فيه العالم. فقال لك بس يبقى ده سرق البنك وايه وبيهرب. فولز فوج، مش ورا فوج، اراوند ذا وورلد، قاعد يلف ورا العالم كله عشان يتاكد ان مش هو اللي سرق البنك. كان ديتكتيف بمعنى محقق اسمه فيكس. اخر واحده اودا. اودا دي واحده ست. اودا ان انديان وومن، هي امراه هنديه، ريسكود باي فوج، تم انقاذها بواسطه فوج. يبقى البطل انجليزي، الخدام بتاعه فرنسي، الديتكتيف بريتش بريطاني يعني انجليزي زيه يعني، اللي هو المحقق من نفس بلده وبلدياته. والست اللي هي انقذها فوج وهو بيلف كده، كانت تتعرض لكارثه كبيره وانقذها، اسمها اودا. فولز ان لاف وذ فوج، وقعت في حب فوج، اكيد اللي انقذها طبعا لازم يعمل نفسه شبح. ماريز هيم ات ذا اند، واتجوزته في النهايه. يا عم الف مبروك عقبالك. باقي الناس اسمهم ريفورم كلاب ممبرز، معناها اعضاء نادي الاصلاح. ريفورم طبعا ده الترجمه بتاعته كده، ده اسم النادي. فوجز فريندز، اصدقاء فوج ات ذا كلاب في النادي. دوت هيز ابيليتي، بيشكوا في قدرته تو ترافل ان 80 دايز. كلهم بيقولوا عليه انت ما تقدرش تسافر، انت هجاص. وهو يقول طب هتشوفوا هسافر ولا لا في خلال 80 يوم. اكسبت ذا بيت، بيت يعني الرهان، بيقبل الرهان وذ هيم معاه، هم قبلوا الرهان معاه ان انت مش هتقدر يا فوج تعمل كده. ده الملخص ببساطه. اما الهري الفاضي ملهوش لازمه. وهنقرا طبعا الكلمات واقول لك ايه الكلمات الجديده لازم تحفظها. تعال نقرا الكلمات الاول بتاعه الفصل اهي. جنتلمان كلمة قديمة. unlike يعني على غير أو بخلاف. unlike عكس يعني. punctuality كلمة مهمة وهتتكرر كتير لازم تحفظها. punctuality الانضباط في المواعيد. neighbors الجيران قديمة. delay يعني تأخير تحفظها. precision معناها دقة، كلمة مهمة precision. whisper معناها يهمس، كلمة مهمة. discipline اللي هو الانضباط، كلمة مهمة discipline. private دي قديمة. private معناها ملك إنسان، سيبك من كلمة خاص دي خالص. ريسبكت طبعا قديمه معناها محترم، ريسبكتد. سيلينج اللي هو السقف، سقف المنزل الداخلي، سيلينج. بوليتيشيان سياسي تحفظها. انجينير قديمه. تمبل قديمه. استراتيجي ماشي، خطه او طريقه. سيرفنت قديمه بس هتتكرر كتير هتحتاجها. صادنلي فجاه. ادفرتايزمنت اعلان. ابلاي قديمه، يتقدم بطلب لوظيفه.
position معناها وظيفة أو مكانة قديمة. lively نابض بالحياة. regularity الانتظام، regularity جاي من regular. suitable adventure المغامرة. unusual decorations زينة أو الديكورات. harmony انسجام، كلمة مهمة هتحتاجها harmony. restful معناها مريح. وtravel قديمة. دي الكلمات اللي علمنا عليها بس هي اللي انت محتاج تحفظها يا غالي. تعال بقى نشوف ايه بداية القصة. Around the World in 80 Days by Jules Verne اللي كتبها اسمه جوليس فيرن الكاتب بتاع القصة المؤلف. is an adventure novel هي رواية مغامرة. ده مغامرة يعني فيها حاجات خطر بقى. about فيلياس فوج هو ده البطل بتاعنا، عن واحد اسمه فيلياس فوج. a calm and mysterious English gentleman هو راجل محترم، رجل انجليزي محترم وغامض mysterious ما بيتكلمش كتير. and calm وهادي. فوج makes a bold bet عمل بولد بت دي معناها رهان. عمل رهان مع زمايله كويس، فهي يستطيع ان هو يلف حوالين العالم اهو يراهن غامض ويراهن فج على انه يلف العالم. that he can travel انه يقدر يلف العالم around the world entire world يعني العالم كله in just 80 days فقط في 80 يوم نقطة. with his loyal servant loyal كلمة مهمة مع الخدام المخلص باسبارتو نقطة. he sets off يعني انطلق sets off يعني ينطلق انطلق on a thrilling journey في رحلة. كلمة thrilling يعني رائعة أو مثيرة. by train بالقطار شب وركب سفينة and even لأنه طبعا بيتجول في دول العالم. كان في دول بقى دخل فيها السكة حديد وطيران ودول لسه بتركب فيها لو جمال. إليفانت جرب الفيل كمان يبقى ركب من ترين قطار وشب وكمان إليفانت. along the way يعني طول الرحلة. they face storms طبعا كانوا بيواجهوا storms عواصف. delays كانت بتأخرهم and dangerous situations وأكيد واجهتهم مواقف خطر. including a detective named معناها يشمل أو يضم a detective named detective Fox يعني الرحلة دي والمواقف الخطر كان وسطهم ديتكتيف المحقق اللي اسمه فوكس اللي هو لف معاهم من غير يعني هم يعرفوا ان هو بيراقبهم لان ده كان الديتكتيف المحقق اهو. who believes Fogg is a bank robber كان بيعتقد ان فوج هو سارق البنك حرامي البنك. despite all the challenges بالرغم من كل هذه التحديات فوج arrives back in London فوج رجع لندن at last moment في آخر لحظة and wins the bet وفاز بالرهان. بت لازم تحفظها يعني الرهان. proving his determination كلمة proving مبرهنا على عزيمته determination عزيمته and intelligence وكمان ذكائه. intelligence ذكاء صفتين مهمين determination العزيمة وintelligence الذكاء. ده الملخص بتاع القصة ككل يعني كويس. من ضمن الحاجات اللي قال لك عايزك تتعلمها القيم اللي في التشابتر ده discipline كلمة مهمة قوي معناها الانضباط. مستر فوج shows the strength of order and punctuality كان يبين قوة النظام دقة النظام وبانكشواليتي والدقة في المواعيد كان منظم قوة النظام منظم جدا. loyalty service كمان اللي عايزين نتعلمه من التشابتر ده هو الولاء والخدمة loyalty and service. وده باسبارتو كان مخلص ليه جدا though بالرغم surprised follows his master faithfully بالرغم اندهاشه اللي هو باسبارتو اتبع his master سيده faithfully بكل ايمان وثقة او باخلاص. faithfully يعني باخلاص رغم انه مستغرب يعني يلف العالم في 80 يوم. curiosity and opens كلمة opens معناها الانفتاح opens الانفتاح وcuriosity يعني الفضول جاي منين الفضول انه عايز يعرف التفاصيل. باسبارتو reminds us باسبارتو بيذكرنا that new experiences ان التجارب والمواقف الجديدة can bring growth تجلب النمو والتطور لان باسبارتو ما كانش طلع يلف العالم قبل كده فبدأ شخصيته تتطور وهو بيلف العالم مع فيلياس فوج. فده عبارة كريوسيتي لأن كان عنده كريوسيتي اللي هو الفضول كويس. التعبيرات اللي هتلاقيها measure by tick of the clock القياس بدقة الساعة يعني يقول له ده انت بص ماشي بالايه
ماشي بالعقرب الساعة. measure by معناها القياس the tick بدقة الساعة. living life with strict punctuality معناها العيش بحياة صارمة and order ومنظمة. a man of habit رجل العادة يعني راجل حاطط لنفسه روتين. someone أي شخص who follows the same routine بيتبع نفس روتين كل يوم. heart of a traveler لديه قلب المسافر يعني بيحب السفر. a natural love هو حب طبيعي الإنسان اللي جوه حب طبيعي for adventure للمغامرة and moving from place to place وبيحب يتنقل من مكان لمكان. أقدر أقول عليه heart of a traveler الراجل ده عنده قلب المسافر بيحب التنقل والطبيعة أمر طبيعي. first impressions أول انطباعات. the initial يعني البدائي و opinion يعني رأي. the initial opinion الرأي المبدئي or feeling someone gets when they see or meet something for the first time هي الدهشة إنك تشوف واحد أو تقابله لأول مرة. السمري الملخص بتاع الشابتر 1 هو ده اللي احنا هنقراه بتاع الشابتر 1 أهو. In 1872 فيلياس فوج ادي البطل بتاعنا a mysterious Englishman هو رجل انجليزي غامض lived in a quiet London كان عايش في لانش ستريت شارع في لندن هادي. he was known كان مشهور known for his strict routine روتينه الصارم and perfect punctuality وانضباطه التام. every part of his day كل جزء في يومه meals سواء الوجبات اللي بياكلها او reading القرايه او الوكس المشي اللي بيمشيه was carefully organized كان منظم جدا. فوج spent most of قضى اكتر من his time at reform club كان بيقضي most of his time معظم وقته في نادي الاصلاح reform club نادي الاصلاح where wealthy and education الحته دي مهمه حيث wealthy and education دي من حيث الرجال المتعلمين تعليم جيد والاثرياء كان مكان بيلم الناس المستوى عالي بس. مت بيتقابلوا ليه بيتقابلوا في النادي to read newspapers طبعا الناس educated متعلمين يقروا جرايد مش هيحكوا على الناس ويمسكوا صورة الناس. and play cards وقت طبعا الدلع يلعبوا كوتشينه. نقطة he spoke little but was always precise هو كان يتحدث little قليلا but was always precise لكن دايما كان دقيق في كلامه. كلمة precise معناها دقيق في كلامه. نقطة on October 2nd يوم 2 أكتوبر 1872 فوج's previous servant معناها الخدام السابق لفوج quit غادرها فجأة مش يوم 2 أكتوبر due to بسبب his strict rules قوانينه الصارمة. يبقى الخدام الأول اللي كان شغال مع فوج اللي هو البطل بتاعنا تختصر وتقول فوج على طول سابه ومشي. ليه ايه السبب؟ his strict rules قوانينه الصارمة مش قادر يتجاوب معاه في طلباته كلها وينفذها له. that same day في نفس اليوم he hired هو وظف a new servant وظف خدام تاني اسمه جين باسبارتو ده الخدام التاني الجديد. a lively Frenchman هو رجل نشيط who had tried many jobs كان جرب وظائف كتيرة قبل كده before من قبل and wanted a calm life وكان نفسه في حياة هادية. Passepartout believed working for فج كان يؤمن بالعمل مع فج would bring him هيجيب له بيس السلام. قال لك الراجل ده هادي وبيته هادي وحاجة جميلة ده أنا هرتاح نفسيا هنا. but he was wrong بس هو كان مخطئ كان فاكر كده لكن الدنيا اتغيرت في لحظة. when he entered Fog's house أول ما دخل البيت بتاع فوج he noticed لاحظ it's a plain and orderly style لاحظ اسلوبه المنظم والبلين يعني سادة الحيطان سادة ما فيهاش اي رسومات ولا معلقين صور ولا حاجة. with clocks كل اللي شافه بس ساعات ticking in every room ticking يعني تك 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 شاف ساعات بتلف وبتعمل تك في كل أوضة في ساعة. he thought this life would be restful قال لك يا سلام الحياة دي مريحة ليه ما فيش حاجات كتيرة هتتنظف لا صور كتيرة ولا فرم في الحيطان الدنيا بسيطة قوي فده مش هياخد منه وقت مش هياخد منه مجهود وبينظف. but within 2 days في خلال يومين بس he would leave London هيضطر انه يسيب لندن غصب عنه and start a great journey ويبدأ رحلة عظيمة وكبيرة across Europe عبر أوروبا في أوروبا كلها. ده خلاصة
الشابتر 1. تعال للأسئلة على طول، كل اللي في النص ده هاري. تعال للأسئلة. بيقول who was فيلياس فوج؟ مين كان مين فيلياس فوج؟ and where did he live؟ وكان عايش فين؟ احفظ بالعربي في الأول. هو كان رجل إنجليزي غني وهادي. يبقى هي دايما تعمل كده بالإنجليزي حبيبي. هو يبقى هي، كان يبقى was. كلمة رجل إنجليزي غني يبقى rich English man أو gentleman كمان. بس يبقى احفظ الكلمات دي ورصها جنب بعض، مش حوار. فيلياس فوج was a gentleman، كان رجل جنتل. who lived، كان عايش in سافل رو لندن، كان عايش في منطقة اسمها سافل رو. طبعا ده اسم منطقة هناك أو شارع كمان في لندن، اسم شارع في لندن. 2. how was Mr. Fogg's daily routine described؟ ازاي نوصف يومه، الروتين بتاع يومه كان عامل ازاي؟ his routine was very strict، كان صارم، تحفظ الكلمة دي. and perfectly timed، يعني محبوك بالوقت. حلو قوي. بس لحد هنا تمام. عايز تكمل he did everything at the same time every day، كان بيعمل الحاجة في ميعادها كل يوم. سؤال 3. what did people think of Mr. Fogg's personality؟ ماذا كانوا يعتقدون الناس عن شخصية فوج؟ البعض thought، كان يعتقد he was cold، ان هو شخص بارد، طبعا ده كده بيشتموه. and proud، ومغرور. لازم تحفظ دول. يبقى الناس، ما انت طبيعي لما تلاقي واحد هادي وما بيتكلمش حد، في ناس غلسة تقول لك بص راجل متكبر. يا عم يمكن هو شخصيته هادي كده. افرض هو شخصيته كده وما بيحبش يتكلم كتير، ما تعيبش على حد، كل واحد ليه شخصية. المهم قال لك ناس كانت بتقول عليه مغرور proud وcold while others، بينما آخرون thought he was rich، كانوا بيقولوا عليه ده راجل غني but strange، بس غريب مش فاهمينه. where did، يبقى رأي الناس فيه مهم. where did Mr. Fogg spend most of his time؟ كان بيقضي معظم وقته فين؟ في نادي اسمه Reform Club، at the Reform Club، نادي الإصلاح. what game did Fogg enjoy playing؟ كان بيحب يلعب لعبة ايه؟ كاردز. وايست، لعبة اسمها وايست اللي هي بتتنطق ويست دي، وكارد. الويست دي حاجة زي شطرنج كده، a card game، بس بتتلعب بالكروت يعني بالكوتشين. عايز يفسر لك كلمة ويست دي راحت فين؟ اهي ويست هي a card game، لعبة ورق. why did Fogg need a new servant؟ ليه كان عايز خدام جديد؟ because his old servant left، لأن القديم مشي. because he couldn't handle، لم يستطيع أن يتعامل. تحفظ لي handle، لم يستطيع أن يتعامل Fogg's strict schedule، مع الجدول الصارم بتاع فوج. ما قدرش يتعامل مع الجدول الصارم بتاع فوج. أو تقدر تقول because Fogg was strict، كان صارما في مواعيده in his times، في مواعيده، أو in his time على طول، مش لازم تجمعها عشان ما تديكش مرات. who applied for the position؟ مين اللي قدم لوظيفة valet؟ احفظ كلمة valet دي معناها خادم شخصي، اللي هي دي valet، خادم شخصي. who applied for the position؟ مين اللي قدم للوظيفة؟ باسبارتو، اهو باسبارتو على طول، مش لازم جين باسبارتو، وده فرنش مان. what kind of jobs؟ ما نوع الوظائف had باسبارتو tried before؟ ايه نوع الوظائف اللي باسبارتو ده جربها قبل كده؟ سينجر، اشتغل مغني. اكروبات يعني يعمل عروض. فاير فايتر، رجل مطافي. سيركس بيرفورمر، مؤدي في السيرك. كل دي حاجات اشتغلها باسبارتو قبل ما يقدم على الوظيفة عند الراجل اللي اسمه فوج. Why did باسبارتو leave باريس؟ لماذا باسبارتو ترك باريس؟ he want peace، كان عايز السلام and regular life، وعايز حياة منتظمة. يلا حبيب قلبي وقف وظبط قهوتك وتعالى لي يلا. بيقول ان الراجل الباسبارتو ده ساب باريس ليه؟ ساب باريس عشان هي wanted peace، كان عايز السلام and regular life، وحياة منتظمة هادية ومنتظمة. وطبعا ما لقاش احسن من فيلياس فوج. How did Mr. Fogg describe his habits؟ ازاي مستر فوج كان بيوصف العادات بتاعته؟ He said his habits never change، هو قال ان العادات بتاعته دي never change، معناها لا تتغير ابدا. Why might neighbors have found Fogg mysterious؟ لماذا الجيران have found، وجدوا ان فوج ده mysterious، شخص غامض. ليه؟ because he had no family، واحد ما كانش عنده عيلة، لا أولاد ولا أحفاد ولا حد.
no visible job، ومفيش وظيفة متشافة. راجل الصبح ينزل وبالليل يرجع ومحدش عارف هو تابع مين ولا شغال ايه ولا بيسلم على حد ولا يصبح ولا يمس ولا حاجة بقى. and lived a very quiet life، وكان عايش حياة very quiet هادية جدا. how does punctuality define، كيف تعكس دقة الحياة اللي هو عايشها، شخصيته، دقة الحياة اللي هو عايشها بتعكس شخصيته ايه؟ انه شخص منظم جدا كمان ودقيق اهو. it shows he is، هتحفظ الكلمة دي disciplined يعني منضبط، هو شخص منضبط. and values time، وبيقدر الوقت، حلوة values time دي، شخص منضبط وبيقيم الوقت، يعرف قيمة الوقت قد ايه. الكريتيكال ثينكينج اللي هو المفروض يجي لك منه في الامتحان، التفكير النقدي ده اللي هو مفيش إجابة معينة، انت اللي بتفكر بناء على القراية. critical thinking. do you think، هل تعتقد living a life of strict، العيشة بحياة صارمة أو بروتين صارم is positive or negative، إيجابي ولا سلبي؟ it can be negative، ممكن يبقى سلبي because it feels boring، لأنه بيشعر الشخص بالملل and stressful، والتوتر أو الضغط النفسي. طبعا إن أنت تبقى كرباج وراك بالمواعيد زي حالتنا كده. ايه القهوة الحلوة دي؟ بيعمل ضغط نفسي طبعا، بعد فترة بتلاقي نفسك مضغوط. عشان كده المدرسين بيتعصبوا فجأة ليه وانتوا بتزعلوا منهم؟ علشان يا حبيب قلبي هو حاسس ان وراه حد بالمواعيد والمنهج، منهج عايز يخلص وافكار كتيرة وطلبة بتفهم وطلبة مش فاهمة عايز يعيد لها، والوقت مزنوق ومجموعات. فانت راعي المدرسين شوية، راعي المدرسين لله، عشان هو عايز يفرح بيك زي ما انت عايز تفرح بنفسك. How important is punctuality؟ بيقول لك كيف تكون أهمية الانضباط in today's world compared to fog the time. ازاي نقارن ما هي أهمية الالتزام بالمواعيد في عالم اليوم مقارنة بعصر فوج؟ طبعا فوج ايام ما كان لسه ما فيش مواصلات. It's still very important، المواعيد ما زالت مهمة، ان كل واحد يبقى عنده مواعيد بس مش للدرجة اللي عاملها فيلياس فوج. especially خصوصا for work and school، للعمل، خصوصا للعمل والمدارس، مواعيد دقيقة ولازم تروح في ميعادك يعني. مش حياتك الشخصية اللي هي تاكل الساعة كذا، لأن فيلياس فوج كان مجنون، ياكل الساعة كذا بالثانية، ينزل من بيته الساعة كذا كل يوم بالثانية. لكن احنا أحيانا بننزل متأخر ربع ساعة نص ساعة بمزاجك شوية، لكن انضباطك في الشغل هو اللي موجود زي من أيام، وهو اللي موجود دلوقتي. What qualities make a good servant؟ ايه الكواليتيز يعني الصفات او المميزات التي تجعل الخادم جيد او الاسيستنت in your opinion، في رايك الخدام يبقى جيد لما يعمل ايه، او المساعد يبقى جيد لما يعمل ايه؟ طبعا اهم صفات، مهم السؤال ده، لازم يبقى عنده loyalty الاخلاص، punctuality والانضباط، and honesty الامانه. 3 صفات مهمين تحفظهم، او الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. if you were passepartout، لو انت كنت باسبارتو اللي هو الخدام بتاع فيلياس فوج، would you accept the job، كنت هتقبل هذه الوظيفة؟ why not؟ yes because it seems safe، لانها وظيفة تبدو امنة وهادية، بيت وانت قاعد وما فيش حاجة تتنظف حتى، and calm، هادي يا عم. لو انت عايز تقول نو على فكرة انت براحتك، because it was a strict life، دي كانت حياة صارمة، براحتك، ما يقدرش يقول لك غلط. Why do you think، ليه بتعتقد جوليس فيرن الكاتب chose to make fog mysterious instead of ordinary؟ ليه جعل ان فوج اللي هو البطل شخص غامض بدل من يخليه شخص عادي بيروح شغله عادي ويرجع من شغله عادي؟ ليه؟ to make the story more exciting، لكي يجعل القصة more exciting، أكثر تشويقا and interesting، وأكثر إثارة. كان order and discipline، كلمة مهمة discipline، هو ممكن النظام والانضباط be more valuable than adventure؟ explain، هل ممكن أن يكون النظام والانضباط أكتر قيمة من المغامرة اللي هيلفوها دي مع بعض؟ اشرح. yes because they bring stability، لأن النظام والانضباط بيجيب stability، استقرار. النظام والانضباط بيخلي فيه استقرار، وطبعا بيؤدي للنجاح success. مفيش حد مهمل في حياته، بس مش لدرجة فوج، لأن هو كان مغالي شوية في الموضوع. How would you feel living in a house with no decorations؟ شعورك يبقى إيه لو عشت في بيت من غير أي ديكوريشن، من غير أي زينة خالص، only clocks، بس ساعات حواليك، هتحس بإيه؟ نجمة وروشة.
I would feel uncomfortable طبعا مش هحس براحة and sad أي إجابة تنفع. توتر nervous كل شوية تك تك ساعات حواليك. What might be the advantages ما الذي ربما يكون advantages and disadvantages of Fogg's personality. ايه المميزات والعيوب اللي في شخصية فوج؟ الادفانتجز المميزات organized انه منظم and punctual ومنضبط. طب والديسادفانتجز العيوب cold انه بارد الناس قالت عليه بارد وتو ستريكت يعني صارم زياده عن اللزوم. يعني ايه 2 ودقيقه لازم ياكل يعني يا عم لو بقيتوا دقيقتين ايه اللي هيحصل؟ فالانضباط حلو ولكن مش لدرجه الجنون. اوكي تحفظ لي الكلمات الجديده فقط يا صاحبي. طبعا الاسئله دي انت ممكن توقف الشاشه وتقرا السؤال وتجاوب ليه لانك هتجاوب بمزاجك. يعني مثلا هديك مثال why do you think Mr. Fogg values punctuality ليه كان بيقيم الانضباط and order so much ليه كان بيقيم الانضباط والنظام كثيرا. عندك 100 اجابه تنفع لانه بيقول لك ليه بتعتقد ان فوج ده شخص بيقدر الوقت. اقول كده انا اعتقد I think بيقدر الوقت ليه لانه شخص منضبط as لانه he was punctual فطبيعي كان شخص منضبط. واحد تاني ممكن يقول لك I think أنا أعتقد he هو ربي على ذلك was brought عارف يعني إيه أنشئ was brought معناها تمت تربيته لأن bring يعني يربي bring up was brought up معناها تمت تنشئته to be أن يكون punctual منضبط اتربى على كده من هو صغير زي الفل. فانت عندك مفيش اجابه واحده بس اللي صح يا حبيب قلبي عندك اي اجابه تكتبها ولكن كون الجمله بالعربي الاول في مخك ان شاء الله على ورقه وبعد كده فاعل ثم فعل ثم مفعول. اعمل كده زي بنسميها ريزيوم مسوده كده اعملها على جنب تكتب فيها السؤال كده في الاول كويس اهو. اما التشوز ده لا معلكش تشوز. الشابتر 2 ادخل على السمري ايه اللي حصل بعد ما الراجل اشتغل ودخل البيت لقى كله عبارة عن ساعات. الشابتر 2 بيقول لك ايه؟ In October 1872 Phileas Fogg was at the Reform Club. Phileas Fogg كان موجود في النادي طبعا وليكن البيت بتاعه هنا. انا مش عايز بس الفيديو يطول علشان لو طول انتم مش بتتفرجوا يا جماعة بتيأسوا يقول لك هسمع ده كله. ده البيت وعندك كان في هنا النادي بقى هناخد المنظور ده بنسميه احنا منظور علوي للناس بقى اللي بتفهم في الرسومات. دي ممكن تنزل معايا شويه كده. ده اسمه ريفورم كلاب ده نادي اللي بيقعد فيه على طول. فكان قاعد في النادي ده والبيت بتاعه ده اللي كان منضبط وكان عايش فيه. هنا كان هو واصحابه دايما قاعدين ناس اغنياء ومثقفين عشان ما اخدش من وقت الفيديو بس كتير. كان قاعد when news spread about عندما الاخبار انتشرت about a bank of England robbery كان في اخبار بتتداول وبيقروها عن سرقه بنك في انجلترا. some من بعض الرجال talked about the robbery يعني كانوا بيحكوا عن هذه السرقه while others بينما اخرون discussed يعني كانوا يتناقشون modern travel في انواع السفر اللي ظهرت جديد. يبقى في خبر ان في سرقه وناس تانية قاعده بتحكي على التطور اللي حصل في وسائل السفر في هذه الايام with trains ان القطارات تم اختراعها and steamships والسفن الكبيره. one man راجل من اللي قاعدين said traveling قال traveling around the world السفر حول العالم would take many months يستغرق شهور عشان تلف العالم. but ستوارت ده واحد من ضمن الاصحاب بتوعتهم اللي قاعد معاهم في النادي اهو. ستوارت ده صديق من ضمن الاصدقاء طبعا والراجل بتاعنا فوج فيلياس فوج ده البطل. تلاقيهم حاطين ترابيزه كده وايه وقاعدين مع بعض بس انا مش عايز اتبحر في الرسم لو اني نفسي ارسم بس مش وقته. فبيقول ان الراجل ده ستوارت ماله ستوارت ده said it could be done in 80 days قال لهم يا سلام ده ممكن في 80 يوم بس الفه. طبعا فوق surprised everyone by saying yes. اول ما ستوارت ده بيهزر طبعا قال لهم يا سلام
80 يوم بيتريق طبعا. مسك في الكلمه عمك فوق المجنون المنضبط، قال لهم ايوه اتس بوسيبل، ممكن الفه في 80 يوم. بدا الخناق من هنا بقى. he then showed a detailed plan proving، وراح مجنون راح مطلع من جيبه خطه مرسومه وجاهزه ومكتوبه بكل التفاصيل انه هيقدر يلف العالم في 80 يوم. detailed proving it could be done، بتثبت ان هذا ممكن ان يفعل in exactly 80 days، في خلال 80 يوم بالظبط. ستوارت didn't believe him، ستوارت طبعا كان بيهزر فما صدقوش. so فوج suggested a bet، راح فوج بقى قال لهم نعمل رهان، احفظ لي كلمه بيت رهان. if he failed، لو فشل في الرهان ده فوج he would pay، هيدفع لهم 20,000 20,000. دي طبعا هي باللغه المصريه 20,000 جنيه، لكن دي نقدر نسميها 20,000 استرليني لانهم انجليز، شعب انجليزي. and if he succeeded، ولو هو نجح في المهمه they would pay him the same amount، يدفعوا له نفس الكميه، رهان عادي. زي agreed، هم وافقوا بعد ما قعدوا يتداولوا وبيوصوا لبعض ويستغربوا. and فوج announced، اعلن he would start his journey، انه هيبدا رحلته that very evening في اقرب مساء يجي very evening at 8:45، الساعه 9 الا ربع بالليل هيبدا الرحله. and return، ويرجع بعد 80 يوم بالثانيه on December 21st 21 ديسمبر في نفس الساعه يرجع في ريفورم كلاب جوه النادي ده. everyone was shocked، كلهم اتصدموا and amazed، وكانوا مذهولين، ده مجنون، ده احنا بنهزر، خد الموضوع جد. لا وايه، وجاي ومجهز الخطه. يا عيني يا عم فوج، يا عيني. ده اسمه الهاري، قعد ينظم لك بقى انه هيروح من لندن، اهو كاتب في الخطه كده انه هيروح من مومباي لكالكوتا، وده في الهند، هياخد 3 ايام. من كالكوتا لهونج كونج هياخد 13 يوم. من هونج كونج طبعا انت مش مطالب تحفظ ده، يوكوهاما هياخد 6، وهكذا يوكوهاما لسان فرانسيسكو، حتى هيجي هنا عندنا يعني في البدايه على طول كمان جاي مصر اهو، هتلاقيها هنا اهو، لندن لسويس اللي هي قناه السويس، هيجي السويس عند مدينه السويس، هيجي السويس في 7 ايام، هيروح مومباي في 13 يوم، وهكذا. مومباي دي فين؟ من السويس هنا المومباي في الهند في 13 يوم. هاري يا هاري. السؤال الاول، where was reform club located؟ كان مكانه فين الإصلاح ده؟ نادي الإصلاح. it was located in London، يبقى أنا عايز in London بس. who were the members؟ مين هم الأعضاء of reform club؟ مين هم؟ they were، الأعضاء اللي موجودين ما نعرفش أساميهم لكن نعرف مراكزهم. politicians يعني سياسيين، ناس بتتكلم في السياسة وتفهم السياسة. bankers اللي هم المصرفيين اللي هم بتوع البنك، موظفين بنك. engineers مهندسين. and men of science ورجال العلم، ناس كلها مستوى. what major crime؟ ما هي الجريمة الأساسية had shocked London اللي صدمت لندن؟ سرقة البنك. the bank of London was robbed، البنك بتاع لندن سرق was robbed. how much money was stolen؟ كم كمية الفلوس اللي اتسرقت من البنك؟ 55,000 pounds، 55,000 جنيه. طبعا المفروض الاسئله تيجي كريتيكال، مش ده خالص، بس احنا بنقراها عشان موجوده في الكتب الخارجيه. What important travel development was mentioned in the discussion؟ ايه التطور المهم اللي ذكر في النقاش؟ السفر الحديث. The opening of Suez Canal، افتتاح قناه السويس اتكلموا عنها. and the building of، وبناء new railway in India، new railways خطوط سكه حديد في الهند. What game did Fogg play؟ ايه اللعبة اللي كان بيحب يلعبها؟ ويست، اسمها ويست، لعبة اسمها ويست، عبارة عن ايه؟ عبارة عن كارد جيم، لعبة كوتشين، كارد جيم، نسيت تكتب كارد جيم. Who suggested؟ مين اللي اقترح that the world could be traveled in 80 days؟ مين اللي اقترح ان العالم ممكن يتسافر في 80 يوم؟ ستوارت، اول اقتراح، اسمه اندرو ستوارت. هو يتنطق ستيوارت. اندرو ستيوارت ده هو اول واحد قال 80 يوم بالظبط تكفي، وطبعا كان بيهزر بس فوج مسك في اللعب. هاو ديد فيلياس فوج رياكت؟ كيف كان رد فعله على ستيوارت كليم، على الادعاء بتاع ستيوارت؟ ما صدق. هي calmly بكل هدوء said it was possible، قال ممكن اسافر 80 يوم، that he could prove it، ومعايا اللي يثبت كده كمان. what did Fogg use؟ ماذا استخدم فوج to show his calculation to the trip؟ عشان يورينا حساباته اللي عاملها للرحلة. a notebook with a detailed timetable، a notebook يعني كراسة with a detailed timetable وفيها جدول محكم.
بالتفصيل للسفر. سؤال رقم 10. What was Stuart's main argument؟ ماذا كان الجدال الرئيسي against Fogg's plan؟ ضد خطة فوج اللي كان معترض بيها ستوارت ده على فوج. الإجابة ستوارت سيد قال فوج forgot about storms. قال له انت مجنون، ده انا بهزر يا عم، انت ناسي ان في رياح هتقابلك، ناسي ان في مشاكل ممكن تيجي في وشك تعطلك، ديليز، في تأخيرات هتحصل غصب عنك، في يا عم اكسيدنتس، حوادث. فرد فوج ساعتها في القصة الأصلية قال له ايه؟ قال له انا مش بفكر في الجانب السلبي ولا الحوادث ابدا، انا بحط الحاجة الإيجابية وهي اللي انا بركز واؤمن بيها يعني. Why did Fogg's calmness؟ لماذا هدوء فوجز make him seem mysterious؟ ليه الهدوء بتاع فوج ده جعله يبدو mysterious يعني شخص غامض؟ Because he stayed calm، كان يظل هادئا even when، حتى عندما others الآخرين were excited، يبقوا منفعلين ومتحمسين، هو عادي جدا، ويبقوا كمان شجد مصدومين، هو ولا أي تعبيرات جديدة على وشه. How does Suez Canal symbolize progress in the story؟ كيف تمثل وترمز قناة السويس للتقدم، progress للتقدم. It showed how travel was becoming faster. هي بتوضح كيف السفر أصبح faster أسرع and more connected وأكثر ارتباطا. قناة السويس بتبين لهم ان طبعا العالم بدل ما بتلف من على طريق رأس الرجاء الصالح، بقى بص العالم بقت تاخد في كام يوم، فبقى it was ان travel بتثبت ان السفر becoming اصبح فاستر اسرع and more connected واكثر ارتباطا، ربط العالم ببعضه. الكريتيكال هو اللي المفروض يجي منه بقى، بيقول how has modern travel changed compared to 1870s؟ في السبعينات. بيقول كيف تغير السفر الحديث مقارنة بالسبعينات. Today اليوم travel السفر is much faster أسرع بكتير، ودي خيال المآتة اللي بتيجي قبل المقارنة، and easier وأسهل with planes and advanced technology. with planes بفضل الطيارات والتقنيات الحديثة، advanced يعني متطور. Do you think هل تعتقد accidents الحوادث should always be considered يجب دائما أن توضع في الاعتبار وانت بتخطط؟ why not؟ yes لازم احط في خطتي ان جايز يحصل تأخير خارج عن ارادتي. yes because unexpected problems يعني مشاكل غير متوقعة can happen ممكن تحصل anytime في اي وقت. would you risk everything؟ معناها هل ستخاطر ب everything you own for a challenge؟ تخاطر بكل ما تملك من اجل التحدي عشان تكسب تحدي ورهان يعني؟ No because it's too dangerous and risky. لا طبعا، لان لو حاجه خطر ليه اغامر باللي في ايدي عشان حاجه خطر. 16 طبعا مش دي بس الاجابه الصح، وانا بقول لك ان في اجابات كتيره تنفع. How does Fogg's determination ازاي العزيمه بتاع فوج inspire or worry you ازاي بتشجعك او تقلقك العزيمه اللي عنده؟ It inspires me معناها بتشجعني because he is brave ان هو شجاع and confident واثق من نفسه. طبعا هو بيقول or او يعني هو كيف يلهمك اصرار فوج ان يجعلك تشعر بالقلق inspire or worry you. بيلهمك ازاي؟ بيلهمك ان هو راجل شجاع وكونفيدنت واثق من نفسه. هو بيقول ده او ده. لو عايز تقول انه بيلهمني بالوري بالقلق انت اقول انت حر. بيجيب لك قلق ليه؟ لانه لازم يوصل في الميعاد يا اما هيخسر. وده made him worry طبعا يجعله قلق. If you were one of the gentlemen لو كنت واحد من الناس اللطاف دول المحترمين في النادي would you accept هل كنت هتقبل التحدي مكان مع فوج؟ براحتك. Yes to see if he could really succeed عشان اشوف فعلا هو هينفع ان هو ممكن يبقى ينجح يعني. How might his chapter reflect human curiosity about the world؟ كيف يعكس هذا الفصل كلمة curiosity يعني فضول البشر تجاه العالم. It shows people إنه هذا shows people بيوضح للناس are excited to explore and test limits. قال لك لأن هذا بيبين للناس إن الناس are excited. الفضول بيوريك إن الناس دي excited يعني منفعلة and test limits. يعني إيه test limits؟
وبتجرب بتختبر حدود القدرات. ليميتس معناها حدودك، اخرك ايه. فعشان كده في الفصل ده زمايله كان عندهم كرياسيتي، عندهم فضول، عايزين يشوفوه هل هو فعلا هيقدر ينجح ولا لا. فمعناها بيبين ان الناس دي متحمسين لاستكشاف التجربة وحدود قدراته، عايزين يعرفوا حدود قدراته هيقدر فعلا ولا لا. Do you think هل تعتقد التشالنجز التحديات and risks والمخاطر are necessary for progress هي ضرورية للتطور؟ واشرح. Yes because without risk لازم تخاطر، يقول لك خد الخطوة، لكن لو انت خفت تخاطر هتفضل مكانك. بدون خطر there is no growth مفيش نمو or discovery ولا اكتشاف، طبعا هيفضل مستواك زي ما انت. What does this chapter teach us بيعلمنا ايه الفصل ده about confidence بشأن الثقة؟ That confidence can be you achieve help you achieve الثقة بتساعدك تحقق great things أشياء عظيمة but it must be balanced ولكن لازم تبقى باعتدال وتوازن. الثقة ما ينفعش تقلب لغرور لأن الغرور ممكن يضيعك. with balanced معناها بتوازن بشكل متوازن and caution وكمان لازم يبقى بحرص. دي زي ما قلت لك دي الاسئله اللي هو بيقول لك why do you think Mr. Fogg was so calm ليه كان هادي when everyone else بينما كل شخص تاني كان بيبقى by the bank robbery كان قلقان بشأن سرقة البنك. ليه هو بقى كان هادي؟ قول براحتك، فكر كده الأول ليه هو شخص هادي. أقول as لأنه he was wise كان حكيم. طبعا الحكيم هو الهادي، أما اللي متصربع ويزعق الفاضي والمليان ده مش شخص حكيم، لأن أنت ممكن في زعاق ونرفزتك تفقد حاجات كتيرة جدا وتضيع الدنيا. فلازم تفكر وتقول الجملة بالعربي وتحولها لإنجليزي، بتبقى الإجابة تافهة أصلا. عايز الطالب بس إيه؟ الفاعل ثم الفعل ثم المفعول. What is this؟ احنا عايزين السمري، لو السمري معدول يبقى يشكر. ايوه اهو تعال، ده تشابتر 3. ايه اللي حصل في تشابتر 3 سريعا؟ In 1872 فيلياس فوج lived quietly in London كان عايش بهدوء في لندن following يتبع a strict routine at the Reform Club. After a debate بعد نقاش he bet بعد النقاش he bet خلاص معناها تراهن على 20,000 that he could travel انه يقدر يسافر around the world in 80 days حول العالم في 80 يوم نقطة. That night في ذلك الليلة he left with his servant يلا خد الخدام بتاعه يلا مشي باسبارتو. while بينما ديتكتيف فيكس ادي الشخصية الثالثة المحقق اللي اسمه فيكس ده secretly سرا followed مش وراه suspecting فوج كان شاكك في فوج لانه مش يوم السرقه بتاع البنك بالظبط. was a thief كان شاكك ان فوج ده حرامي وهربان بالفلوس. they crossed France عبروا فرنسا to مارسيلز الى مارسيليا. then sailed to Egypt ابحروا الى مصر. فوج stayed calm فوج كان مازال هادي and organized زي ما هو شخصيته الطبيعيه ومنظم. باسبارتو enjoyed the adventure باسبارتو كان مستمتع بالمغامره. اند فيكس اللي هو الديتكتيف اللي هو المحقق اللي هو زي بوليس سري كده واتشد كلوزلي كان يراقبه عن قرب. بلاننج تو ارست هيم قاعد يخطط يقبض عليه ازاي وفي الوقت المناسب. ليه؟ علشان هو مش ضامن مع حاجه ولا مع ناس تاني، فدايما يتعامل بحرص. ده التكست ده النص نفسه، لكن الخلاص طبعا ده يجي يقول لك صوت البحر كان كذا والسفينه كانت كذا والامواج كانت كذا وقعد يقول لك بقى ان باسبارتو كان متشوق جدا. فكله ده هري تقدر تقراه انت بالعربي لو عايز بالزياده اهو تقراه بالعربي من القصه عندك. ولكن انا من وجهه نظري ان انت كده اهم حاجه تاخد الافكار الرئيسيه لانك عايز تفهم القصه وشخصياتها وتجاوب كده هتجاوب من مخك. What did Fogg tell Passepartout to pack before leaving؟ قال له يجهز ايه قبل ما يمشي؟ وبالطو اكيد وشبشب اكيد يكون ايه يعني؟ 2 شيرتس 2 من القمصان. 3 pairs of stocking 3 ازواج من الستوكينج اللي هي الشرابات الطويله عشان البرد طبعا. A woolen coat وبالطو صوف. A traveling rug رج يعني بطانيه سفر تلف بيها وهو قاعد كده من البرد. and the بنك نوتس واوراق نقديه. بنك نوتس اللي هو ايه؟ ورق نقدي.
at what exact time did Fogg and Passepartout leave London؟ مشوا امتى؟ exactly 8:45 in the evening، 9 الا ربع بالليل. From which station، من أي محطة did they depart؟ من أي محطة هم رحلوا؟ رحلوا من from which station، من أي محطة؟ changing cross station، ده تغيروا تبدلوا كذا محطة. showing أنا مش شايفها، مش دبليو دي تشيرنج كروس ستيشن، محطة تشيرنج كروس. تشيرنج طب المفروض يكتبها، هي مكتوبة كابيتال كده، ده اسم محطة تشيرنج كروس، ده الاسم ده الاسم ده الجزء ده. Who was detective فيكس؟ مين كان المحقق فيكس؟ He was a detective، كان محقق أو بوليس سري from اسكتلند، من اسكتلندا، سكوتلاند يارد. يشبه هو suspected، يشتبه مش يشبه، الذي كان suspected فوق، شاكك في فوق of robbing the bank، في سرقة البنك of England في انجلترا. رقم 5. Why did Fix suspect Fogg؟ لماذا شك الفيكس ده اللي هو المحقق في فوج؟ because Fogg matched the deception of the، كلمة matching دي يعني مطابق للديسبشن، للشك أو المشكوك فيه of the bank robber، للسارق المشكوك فيه إنه سرق البنك and left London suddenly، وساب لندن فجأة with a bag bank notes. فاكر لما قال للواد باسبارتو هات معانا البنك نوتس يا ابني، عملات ورقيه؟ قال لك بس معاهم شنطه عملات ورقيه، وسافر في نفس يوم السرقه بالظبط. وكلمه ديسبشن دي اهي، دي معناها مشكوك فيه، ورابر يعني السارق. How did Passepartout feel about leaving so suddenly؟ بماذا شعر باسبارتو بشأن leaving so suddenly، بشأن المغادرة فجأة؟ اقول هي ووز شوكد، طبعا صدم لانه راح يرتاح باسبارتو، قال لك ده انا رايح لعيشه مريحه قوي. اند نيرفس، وكان عصبي ومتوتر. بات هي اوبيد، بس كان مطيع. اوبيد هيز ماستر، كان مطيع لسيده. وات ديد باسبارتو نوتس؟ ماذا لاحظ فروم ذا ترين ويندو، وهو بيبصص من الشباك او من الشباك بتاع القطر في فرنسا. هي سو جولدن فيلدز، شاف حقول ذهبيه. فينياردز، وكروم عنب فينياردز. فيليجز with red roofs، شاف قرى بالاسطح بتاعتها لونها احمر، مدهونه احمر. and winding rivers، وشاف انهار متعرجه، winding متعرجه. فهو عايزك تحفظ الكلمات الغريبه، vineyard و villages with red roof و winding rivers. where did they board the steamship منغوليا اللي هي منغوليا. بيقول لك أين صعدوا إلى السفينة البخارية بتاعت منغوليا؟ in مارسيلز فرنسا. يبقى لما ركبوا منغوليا دي في مدينة مارسيليا، ركبوا من مارسيليا ورايحين منغوليا. where did they board يعني ركبوا ظهر السفينة. the steamship مونغولي، صعدوا إلى السفينة البخارية اللي رايحة منغوليا في مدينة إيه؟ ركبوها في مدينة مارسيليا في فرنسا. طبعا انت مش مطالب تحفظ الاماكن دي خالص، الهدف منها ان الكريتيكال ثينكينج اللي هو اللي جاي ده. How was the Mongolia described؟ ازاي توصف سفينة منغوليا؟ It was proud، كانت سفينة فخمة، لما تيجي مع الانسان معناها فخمة. black painted، ذو طلاء اسود. ship with brace rail، بها قضبان، كلمة ريلز يعني قضبان، وبريس يعني نحاسية اللي هي دي. اتول سموك ستاك، وليها مدخنه عاليه خالص كده. اند باورفول، وقويه المدخنه بتاعتها. What did Passepartout enjoy most about the voyage؟ ايه اللي امتع باسبارتو خلال هذه الرحله؟ He enjoyed seeing الدولفينز، قاعد يتفرج على الدولفينز الراجل. فلاينج فيش، والسمك اللي قاعد يقفز ويتنطط. sunset، غروب الشمس. and meeting people from different cultures، ومقابلة ناس من ثقافات أخرى. فكانت رحلة ممتعة بالنسبة له، أول مرة يسافر بالمنظر ده. هو اشتغل كتير بس ما سافرش كتير عشان ما تلخبطهمش ببعض. الكريتيكال بقى if you were باسبارتو، لو أنت كنت مكان باسبارتو الخادم. how would you feel about leaving your new job؟ كنت هتحس بإيه
تجاه your new job يعني وظيفتك الجديدة so suddenly فجأة. I would feel shocked كنت سأصدم and sad وابقى حزين. ليه؟ لأنه اتصدم في الشغلانة، هو راح يرتاح فجأة قال له يلا احنا مسافرين العالم كله. Do you think هل تعتقد ديتكتيف فيكس اللي هو المحقق فيكس was right to be suspicious كان محق أن يكون suspicious of فوج يعني مشكوك فيه أو مشتبه فيه لفوج؟ هل كان محق في الشك بتاعه تجاه فوج يعني؟ why not؟ طبعا يس. ليه؟ راجل معاه شنطة هي هاد يعني كان يمتلك a bag of يعني شنطة من بنك نوت. بنك نوتس يعني عملة ورقية. because فوج left وساب كمان very suddenly with money اهو. اقول يس طبعا because فوج left غادر فجأة with money مشي فجأة من لندن وكمان معاه فلوس، فطبيعي يبقى هو اللي سرق البنك بالعقل، فمن حق فيكس ده المحقق انه يشك فيه. would you enjoy traveling like فوج؟ would you enjoy هل كنت هتستمتع زي فوج كده strict schedule اللي عنده جدول صارم or like باسبارتو ولا زي باسبارتو curious and amazed اللي كان كيريوس فضولي فاتبسط من رحله وقعد يتفرج على الحقول وعلى الناس ويتعرف على الناس. لايك باسبارتو طبعا باسبارتو رايح الراجل يهدي دماغه because it's more fun لان دي متعه ان انت تقعد تتفرج وتقابل ناس غريبه وتتفرج على سحر الطبيعه احسن من ان انت تبقى ماسك الساعه كل شويه ومنجوم بيها. How would you react if your boss suddenly ازاي هتتصرف لو your boss اللي هو رئيسك فجأة told you to travel around the world قال لك يلا احنا هنسافر العالم دلوقتي؟ طبعا كنت هتعمل ايه بقى؟ هتتصدم. I would be surprised كنت هندهش and excited وهكون متحمس. طبعا لو انت عايز تقول I would be shocked كنت هبقى مصدوم، اللي يعجبك انت حر. 15 What do you think is more important during travel؟ discipline ما الذي تعتقد أنه أكثر أهمية؟ الانضباط ولا وندر الدهشة؟ الانضباط اللي بيمثله فيلياس فوج ولا الدهشة اللي بيمثلها باسبارتو؟ wonderful wonder اللي هو الدهشة. because travel should be enjoyed طبعا السفر لازم يكون ممتع وإلا إيه فايدته؟ ما تسافرش، اقعد في بيتك أحسن بكرامتك. how does this chapter show ازاي؟ طبعا ما ينفعش يجي في اخر السنه يقول لك هذا الشابتر، مش عرفك انت ان الشابتر يعني ما يسالش على الشابتر خالص بس هنقراه وخلاص. difference between planning and adventure كيف هذا الشابتر يوضح الفارق ما بين التخطيط والمغامره. فوج plans فوج بيخطط but باسبارتو enjoys the adventure لكن باسبارتو enjoys بيستمتع بالمغامره. Do you think هل تعتقد فوج البطل بتاعنا should have explained more to باسبارتو؟ يجب أن يشرح أكثر لباسبارتو الحقيقة؟ ما ينفعش ياخده على عماه كده. Yes to make him feel ready عشان يخليه يستعد فكان لازم يشرح له الموضوع ده بدري. How does the author كيف الأوثر المؤلف use fix to build suspense كيف استخدم الكاتب شخصية فيكس اللي هو المحقق لبناء عنصر التشويق علشان يعمل تشويق ويخليه يلف وراه في العالم كله. by making readers بانه يجعل القراء wonder if fog is guilty or not يخلي القارئ يقول ايه ده؟ ما ممكن يكون فعلا المحقق ذكي وفكر صح، فممكن يطلع فيلياس فوج ده في الاخر هو حرامي البنك، فيخلي القارئ يشك فيه. what lessons ما هي الدروس about travel can we learn؟ الاسئله دي حلوه بيحبوها. from passepartou's excitement ايه الدروس اللي نقدر نتعلمها من خلال السفر عن السفر من حماس باسبارتو؟ travel is better when you are curious السفر يبقى حلو لو انت curious فضولي في الحاجة الإيجابية، عايز تتعلم وعايز تعرف وتقابل ناس وتكلمهم بلغة وثقافة مختلفة وهكذا، يبقى ساعتها السفر مفيد. 20 do you think هل تعتقد traveling without enjoying السفر بدون متعة the scenery بدون متعة المناظر الطبيعية like fog is a waste هل هو هدر ومضيعة للوقت؟ الحقيقة yes because travel is about fun لازم يكون السفر متعلق بفن المتعة and beauty والجمال، لازم يكون متعلق بالمتعة والجمال. برضو نفس الكلام الأسئلة دي حضرتك بتقرأ السؤال
وتكون الجملة بالعربي في مخك الأول وتعملها فاعل ثم فعل ثم مفعول. لكن أنا لو قعدت أحل ده كده الفيديو اللي المفروض يكمل ساعة بالكتير ساعة ونص كل القصة هتلاقيه سحب معانا في 4 ساعات، وأنت مش هتسمعه، هتسمع منه جزء وهتسيب الباقي خسارة. الشابتر 4 وهم بقى في السفينة إيه الحوار. نكمل. Phileas Fogg and his servant Passepartout arrived at Suez port. يعني ميناء السويس in Egypt. وصل ميناء السويس عندنا اهو after a week، بعد اسبوع بالظبط at sea في البحر. Passepartout was amazed. طبعا كان مندهش. Passepartout هو اللي مهتم بالرحله وعنده كرياس فضول، لكن التاني اهم حاجه عنده الوقت، مش مبسوط بالمناظر خالص، مشغول مع الوقت. باي ذا جولدن ساندز، بالرمال الذهبيه، كاملز والجمال اللي بيشوفها في افريقيا، اند سيتي لايف، حياه المدينه. كمان وايل فوج، بينما فوج فوكس اونلي اهو اون هيز تايم تيبل، لسه قايل لك اهو بيركز بس على الجدول، كل شويه يبص في جدول معين. سينج قائلا ايه؟ وي ار اون سكيدجول، احنا ماشيين على الجدول بالظبط. ديتكتيف فيكس ووز، ده بقى موضوع تاني، المحقق بقى ووز سيكريتلي واتشنج ذيم. المحقق، اوعى تلخبط بين فيكس وفوج. فوج ده البطل بتاعنا، الراجل المنضبط في مواعيده، اما فيكس ده المحقق اللي بيدور على السارق وشاكك قوي لدرجه ماشي الرحله كلها ورا فوج. ففيكس المحقق ده كان بيراقبهم. believing فوج was Bank of England thief، كان يعتقد ان فوج ده هو حرامي بنك انجلترا. and sent a telegram، وراح بعت تليجرام to London for an arrest warrant، بعت للندن تحذير او بعت لهم اعلان بالقبض، بعمليه قبض هتتم. فارسل لهم برقيه للندن عشان يطلب الامر بالقبض. ليه؟ warrant يعني امر بالقبض، warrant اسمها arrest warrant يعني امر بالقبض، اللي هو زي عندنا احنا اذن نيابه، لكن ما ينفعش تمسك واحد في الشارع كده فجاه وتقول له يلا انت حرامي، لازم يبقى معاه اذن نيابه. The train to Cairo traveled through the desert، القطار في القاهرة سافر وسط صحراء، كان لسه داخل مصر جديد. Passepartout admired everything، كان منبهر وعجبه كل حاجة. بدوينز طبعا القرى البدوية، كامل كارافانز وأماكن الجمال أو قافلات الجمال وهي ماشية مع بعض. and the landscape والمناظر الطبيعية. فوج stayed calm، قاعد ساكت. فوج مشغول بالجدول. تشيكينج ذا سكيدجول اهو بيفحص في الجدول تو ميك شور عشان يتاكد they were on time، انهم في موعدهم بالظبط. نقطه. arrival in Cairo، الوصول in Cairo. they reached Cairo، عند الوصول الى القاهره، هم وصلوا القاهره in the evening في المساء. Passepartout was amazed، Passepartout كان مندهش by the narrow streets، بالشوارع الضيقه. markets والاسواق. smells وحتى الروائح بتاعت الشوارع. and architecture والفن المعماري اللي في الشوارع. باسبارتو هو اللي مركز قوي، اكتر واحد اتبسط في الرحله باسبارتو اللي هو الخادم ده. while فوج went directly to confirm tickets، اما فوج بقى بيجري بسرعه عشان يحجز تذاكر عشان يلحق الميعاد. for the next train، القطار اللي بعده. to the ship heading، للسفينه. to بومباي، عشان يروح مومباي اللي هي في الهند، انديا. فيكس اللي هو المحقق وراه واحدة واحدة. فيكس followed them through the city، فيكس كان يتبعهم للمدينة. waiting for a chance، مستني فرصة بس to stop فوج، ان يوقف فيها فوج رسميا وياخده معاه. but the strict timetable، لكن الجدول الصارم left little opportunity، كان بيجري بيسرع على طول اللي هو فوج، فهو مش لاحق يلاقيه هنا ولا هنا، يجري من الشباك ده ينزل يحجز هنا، فمش لاقي وقت مناسب يقبض عليه. departure، الرحيل to Indian، إلى الهند. the next day، اليوم التالي. they left Cairo toward the Red Sea، مش ركبوا في البحر الأحمر وسابوا القاهرة خلاص، تركوها خلفهم. where their ship waited، حيث السفينة كانت منتظرة. فوق calmly bought tickets، اشترى بكل هدوء التذاكر. and checked the time، وبص في الوقت تاني. while Passepartout waved goodbye to the city، كان باسبارتو مستمتع بالمدينة وبيعمل لها باي باي. فيكس followed، المحقق followed determined to stop فوج if could، كلمة determined كان مصمم أن يوقف فوج، وإن قدر يوقفه عشان ياخده معاه. thus هكذا the great adventure toward Indian began، بدأت رحلة المغامرة تجاه الهند.
بانه خلاص صمم الفيكس اللي هو المحقق هوقفه يعني. اتحركت السفينة متجهة إلى الهند. الأسئلة: What was Passepartout's reaction to Egypt؟ كان رد فعل باسبورتو ايه تجاه مصر؟ اندهش واتبسط وكانت عاجباه. He was amazed، هو اندهش. And excited، كان متحمس. By sights، بالمناظر. sights يعني مناظر. sounds، حتى بالأصوات والثقافة. مش لازم تكتب كل إجابة يعني. How did Fogg react؟ كيف كان رد فعل فوج upon arriving in Suez؟ عند وصولهم للسويس. He stayed، طبعا فوج ده اللي هو مشغول بالبعاد. stayed calm، على طول قاعد هادي. and focused only، مهمة دي، on the timetable، مركز على جدول المواعيد بس، ما استمتعش بالرحلة. أما باسبورتو الخدام هو اللي إيه؟ مبسوط ومستمتع بالرحلة. السؤال رقم 3: What amazed Passepartout on the way to Cairo؟ إيه اللي أذهل باسبورتو في طريقه للقاهرة؟ He was amazed، هو كان مندهش by Bedouins، بواسطة البدوينز اللي هي المباني البدوية أو البدو. بدوينز اللي هم البدو. by horseback، وركوب الخيل طبعا. and caravans of camels، وقوافل الجمال. How did Fogg behave during the desert؟ كيف تصرف أثناء رحلة الصحراء؟ He sat quiet، فوج ده على طول قاعد قام هادي، ده فوج مش باسبورت. وتشيكينج هيز ووتش، كل شويه يبص في الساعه. and reading his guide book، وبيقرا his guide book. بيقول who followed فوج؟ مين اللي ماشي ورا فوج وباسبورتو؟ معروف، فيكس، الديتكتيف فيكس. وات مسج، ما هي الرساله دي الديتكتيف فيكس سند اللي بعتها المحقق فيس للندن؟ he sent telegrams reporting، يعني بيطلب فوجز لوكيشن. اهو كلمه reporting يعني بيبلغ عنه، هو يبلغ عنه. فوجز لوكيشن and asking for an arrest warrant، وبيطلب امر بالقبض عليه. warrant معناها امر بالقبض عليه، اسمها arrest warrant. What did Passepartout think of the bazaar in Cairo؟ السوق، بازار يعني سوق. كان رأي باسبورتو دايما باسبورتو مندهش ومبسوط. He thought it was magical، حاجة سحرية، full of life، ومليان بالحياة. What was Fogg's main priority in Cairo؟ كانت ايه أولوية فوج في القاهرة؟ To confirm tickets، يأكد على التذاكر لأن ده شغلته، الوقت أهم حاجة. And stay on schedule، أهو ويفضل ماشي على الجدول، الباقي ملوش لازمة. How did Passepartout describe his master to Fix؟ كيف باسبورتو وصف his master، سيده، إلى فيكس، لأن فيكس خده على جنب وقعد يحكي مع باسبورتو ويتصاحب عليه. He said Fogg was a man of honor، بأنه هو رجل شريف. who would win the challenge، وعايز يفوز بالتحدي. اتكلم عن سيده وكلام كويس. What did Fix secretly think about Passepartout's knowledge؟ ماذا كان يعتقد فيكس اللي هو المحقق عن معرفة باسبورتو؟ He thought Passepartout knew nothing about Fogg's supposed crime. He thought Passepartout knew nothing. هو كان بيعتقد ان باسبورتو لا يعرف شيء عن جريمة فوج. لا، حس ان باسبورتو ده غلبان وملوش في حاجة، وسيده اللي هو فوج مخبي عليه الجريمة اللي هو عاملها، اللي هي سرقة البنك. لحد دلوقتي هو شاكك فيه طبعا. 11: Why did Fogg value؟ ليه فوج بيقيم جدول المواعيد، حاطط له قيمة ويقدر، more than أكتر من amazement، من الاندهاش بالبيئة اللي حواليه. Because staying on schedule، لأن الاستمرار على هذا الجدول اللي حطه لنفسه was essential، بالنسبة له كان ضروري to winning the change، إن هو يكسب هذا التحدي. How do the desert and Cairo symbolize adventure for Passepartout؟ لماذا رمل وصحراء القاهرة يمثل مغامرة بالنسبة للباسبورتو؟ They represent، الصحراء بتمثل الغموض، excitement والتشويق and new experiences، ودي مواقف جديدة أول مرة يعدي بيها باسبورتو. الكريتيكال: Would you enjoy Egypt the way Passepartout did؟ بيقول هل من الممكن إن مصر، بيقول كده Egypt the way Passepartout did، هل ستستمتع بمصر مثل باسبورتو لو انت كنت مكانه؟ or stay focused، ولا هتفضل مركز على الجدول زي فوج؟ I would enjoy Egypt like Passepartout because it's full of wonders، مليانة بالعجائب. wonders يعني عجائب، لو نسيت عجائب
it's full of مثلا beautiful buildings، مباني جميلة، beautiful streets، شوارع جميلة مين؟ سؤال 14 do you think fog is too strict؟ هل فوج فعلا كان صارم جدا؟ or is his focus necessary؟ ولا تركيزه ده ضروري انه يركز على الجدول؟ his focus is necessary لانه ورط نفسه to win the challenge. هو بالنسبة له طبعا ورط نفسه فحط نفسه في تحدي لازم يكون قديه. how would you feel if someone followed you secretly like fix؟ هتحس بايه لو حد ماشي وراك سرا زي فيكس كده المحقق؟ I would feel scared، هحس بالخوف and angry والغضب. should باسبارتو have trust fix؟ هل يجب على باسبارتو ان trust fix يعني يثق في فيكس so easily يعني بسهولة؟ why or why not؟ no because fix طبعا had hidden motives. كلمة motives دي يعني نوايا خفية. motives hidden motives، في نوايا بتحركوا خفية، فعشان كده should باسبارتو المفروض ما يثقش فيه. ممكن كمان اقول because he was a strange man for him، اثق في راجل غريب ازاي يعني؟ كان راجل غريب بالنسبة له. مش لازم تجاوب الإجابة دي زي ما قلت لك الكريتيكال ثينكينج، عيش حياتك وانت بتفكر. Do you think amazement؟ هل تعتقد الدهشة is an important as punctuality when traveling؟ explain. هل تعتقد الدهشة مهمة مثل الدقة في المواعيد أثناء السفر؟ إن أنت تندهش يعني تتبسط بالحياة حواليك؟ يس اتبسط. because travel should be enjoyed. لسه قايلين أخت السؤال ده من شوية قلناه. not only planned، السفر ممتع، مش بس يبقى مخطط له، لازم يبقى ممتع. would you choose to live like a fog order؟ كنت تحب تعيش بنظام شديد زي فوج؟ or like باسبارتو curiosity، ولا تعيش بفضول اللي عند الواد باسبارتو؟ like باسبارتو because curiosity makes life exciting. curiosity الفضول بيخلي الحياة شيقة وممتعة. what lesson does Cairo give باسبارتو؟ ايه الدرس اللي القاهرة اعطته لباسبارتو about new cultures فيما يخص الثقافات الجديدة؟ he learned that new cultures، هو تعلم أن الثقافات الجديدة are beautiful جميلة and full of surprises ومليانة مفاجآت ما كانش يعرفها قبل كده زي الكامل كارافانز. do you think هل تعتقد فيكس اللي هو المحقق will succeed in stopping fog؟ why not؟ no because fog is smart and careful. هل تعتقد ان المحقق هينجح في انه يوقف فوج ويقبض عليه؟ قال لك لا because fog is smart، شخص ذكي and careful وحريص. اديك شايف مركز في هدفه ازاي، فمش بسهولة ان هو يمنعه ويوقفه وياخده معاه لانه كمان عنده هدف. هو ماسك الساعة وماشي عنده هدف. دي الاسئلة اللي تقدر طبعا اللي تشوز لا ما خليش عليك تشوز اصلا. دي الأسئلة اللي لو حابب، وده تشابتر 5. الخلاصة بتاعت تشابتر 5 إيه؟ السمري اهو. The Mongolia sailed from Suez. السفينة اللي اسمها منغوليا دي سفينة منغوليا أبحرت إلى السويس through the Red Sea من خلال البحر الأحمر. فوج focused on his schedule، مفيش كلام جديد أهو. فوج ده قاعد ماسك الجدول بتاعه. while Passepartout admired the desert and later the city of Aden. قال لك ولكن الواد باسبارتو ده كان مستمتع جدا بالسفر بمدينة ايدن اللي هي مدينة عدن. نقطة. days on the ship، أيام على السفينة والقام في هدوء. with fog discipline، بالانضباط اللي فيه فوج زي ما هو. and fix watching، وفيكس قعد يراقبه. عدوا أيام كده بقى فيكس المحقق بيراقبه بعيد. after 30 days، بعد مرور 13 يوم they reached مومباي، وصلوا مومباي اللي هي في الهند. باسبارتو enjoyed، قاعد يستمتع بالبلاد ومتدلع باسبارتو الخدام ده. the sights، كان مبسوط بالسايتس يعني المناظر. but learned to respect local customs، ولكنه تعلم أن يحترم local customs، معناها العادات الوطنية أو المحلية بتاع كل بلد. after a temple incident، بعد a temple incident، بعد حادث التمبل اللي هو المعبد. temple incident يعني حادث حصل في المعبد. تعلم احترام الآخرين بعد مشكلة في معبد هندوسي ما حصل.
ان كان حد مش بيحترمهم فقامت مشكله كبيره. فج بوت ترين تيكتس، فج اشترى تذاكر قطار تو كالكوتا، الى بلد اسمها كالكوتا. and their Indian journey began، ورحلتهم للهند بدأت. with fog precise، معناها with fog precise، مع الدقة، بدأت بدقة فوج زي ما هي، بدقة فوج وباسبورت اكزايت، وانفعال أو تشويق باسبورت. and fix determine، fix اللي هو المحقق، determined to catch him، صمم إنه يمسكه بقى ويقبض عليه. ده التكست الرغي زي ما قلنا، مفيش جديد، قاعدين يتنقلوا في السفينة بس والتاني مراقبه وخلاص، فمفيش جديد، كله ده هري على الفاضي. from which part من أي بورت، سوري ميناء، did the Mongolia depart، رحلت من أي ميناء؟ رحلت من from the port of Suez، من أول ميناء السويس. مشيت سفينة اسمها سفينة منغوليا أو مونغوليا، هي منغوليا بالنون، منغوليا. What did passengers see along the Red Sea coast؟ ماذا رأوا الركاب بامتداد ساحل البحر الأحمر؟ شافوا إيه؟ They saw endless stretches، شافوا endless stretches معناها مساحات لا تنتهي of golden sand، من الرمال الذهبية، and rocky hills، والتلال الصخرية. How did Fogg treat the departure؟ كيف تعامل فوج مع المغادرة؟ How did Fogg treat the departure؟ Fogg treated the departure معناها تعامل مع المغادرة calmly، بهدوء، as if it were just another event، وكأنها مجرد حدث آخر on his timetable، في الجدول. يبقى ازاي فوج كان بيتعامل مع المغادرة ولا أي اندهاش؟ ليه؟ بكل هدوء، طول عمره هو هادي. ليه؟ زيه زي أي مغادرة، طالما ماشي على الجدول هو مبسوط. What did Passepartout whisper؟ بيقول لك ماذا همس باسبارتو about the world، بشأن العالم. He whispered، همس يعني قال the world grows larger every day، العالم بيكبر يوم بعد يوم. ده باسبارتو لأنه لف ومركز قوي مع العالم ومالوش دعوه بالجدول ولا مواعيد الجدول. How did life on board، ازاي الحياة على ظهر السفينة settle into rhythm، كانت بنظام معين، ماشية بنظام ثابت ومعين. Passengers dined، الركاب كانوا يتناولون الطعام dined at fixed hours، كانوا في اوقات معينه. كلمه فيكسد مش فيكس، دي فيكسد معناها ثابته، في ساعات ثابته، بياكلوا في مواعيد ثابته، بيتناول الاكل. وجد اون ديك، يقعد يتمشى على ظهر السفينه in the mornings الصبح and evenings وفي المساء and play card games، وبيلعبوا كارد جيمز كوتشينه طبعا to pass the time عشان يمر بس بيهم الوقت. امر طبيعي، بياكلوا في مواعيد معينه وبيتمشوا، هيعملوا ايه يعني؟ What game did Fogg play؟ تاني اللعبة اللي كان بيلعبها played the card game called whist. ادي كمان الأسئلة بتتكرر خلاص. أنا بقول لك قصة عقيمة. What did Passepartout admire about the crew؟ إيه اللي عجب باسبارتو في طاقم السفينة؟ He admired their skill، مهارتهم، and managing، وإدارتهم such a vast and complex ship، مثل هذه السفينة vast يعني الشاسعة الضخمة والمعقدة. What did he enjoy looking at during the night؟ بيقول ما الذي كان يستمتع به أو بمشاهدته بالليل، كان بيحب يتفرج على إيه؟ He enjoyed gazing يعني بحلق في إيه بقى؟ At the stars، في النجوم، and the beauty of the night sky، وفي جمال السماء بالليل. Who secretly watched؟ مين اللي سرا كان قاعد مراقب فوج؟ أنت فاكر تسأل دلوقتي ديتكتيف فيكس، كلام فارغ. Where was فيكس اللي هو المحقق؟ أين المحقق هوبينج to receive a warrant؟ بيقول لك أين كان فيكس يأمل أن، هوب دي يتمنى، receive يتلقى أمر القبض، كلمة warrant يعني أمر القبض. فيكس هوب دي كان بيتمنى to receive the warrant in بومباي. قال يا سلام لو يجي في بومباي اللي هي الايه دي، موجودة في الهند دي، بومباي، لو يجي أمر القبض عليه مش هسيبه. How does Fogg's calmness، ازاي الهدوء بتاعه highlight his character، معناها سلط الضوء على شخصيته، ما حدش كان عنده الهدوء والثبات اللي عند فوج ده. It shows his discipline، هذا يظهر انضباطه.
سيلف كنترول وتحكمه في نفسه and focus on his plan وبيركز على خطته الكريتيكال. would you rather travel هل كنت تفضل انك تسافر لايك فوج للمره المليون بيجي السؤال ده focused on schedule مركزا على جدول المواعيد بس ولا زي باسبارتو كيريوس فضولي بقى ومندهش باللي حواليك؟ I would prefer to travel like باسبارتو كلنا عايزين نستمتع because exploring الاستكشاف and enjoying والاستمتاع journey بالرحله is more exciting هو ده الاكثر تشويقا هي دي الحلاوه اللي في الرحلات لكن اقعد ماسك الساعه مش هستمتع باي حاجه حواليا. How would you feel traveling through the Red Sea in 19th century؟ كيف ستشعر لو سافرت في البحر الأحمر في القرن 19؟ I would feel excited and a little scared. كنت هبقى excited متشوق بس خايف. Do you think هل تعتقد فوجز decision اللي هو قرار فوجز to stay on the ship at Aden اللي هو عدن was wise or boring؟ هل تعتقد قرار فوج ان يفضل على السفينة في عدن كان حكيم ام كان ملل؟ لان كان ممكن يغير ويركب مواصلة تاني هو صمم يكمل في السفينة. وايس كان حكمة because it saved time وفر وقت عقبال ما ينزل ويحجز تذاكر تانية هيستهلك وقت فجه في عدن وقال هنكمل لحد بومبي اللي هي موجودة في الهند. How does Passepartout's reaction كيف رد فعل باسبارتو to new cultures للثقافات الجديدة reflect modern travelers معناها يعكس للمسافرين reflect modern travelers يعكس حال المسافرين في العصر الحديث. He is curious باسبارتو طول عمره هو كان curious يعني فضولي amazed ومندهش بالسفر like many travelers today زي كتير من مسافرون اليوم بيحبوا يتفرجوا. Do you agree with fog that the weather is of no consequence؟ هل توافق مع فوج ان الطقس no consequence؟ طبعا فوج ده ولا مشغول بالجو ولا مشغول بالرحله ولا بالمناظر هو عنده ان الطقس ولا يهمه احنا المهم نوصل. No because bad weather لان الطقس السيء كان change travel plans طبعا اي طقس سيء كان change ممكن يغير travel plans يعني خطط السفر. 17 If you were fixed لو انت مكان فيكس اللي هو المحقق would you still follow فوج او فوج هل كنت هتتبع فوج without evidence بدون اي ادله؟ طبعا غلط. No because it's unfair هذا غير عدل and risky وخطر انك تمشي واحد من غير ادله هيلبسك انت في قضيه. What can we learn about enjoying small wonders؟ ماذا نستطيع ان نتعلم عن العجائب الاستمتاع بالعجائب like dolphins from باسبارتو نتعلم من باسبارتو ايه بقى؟ to notice ان احنا نلاحظ الحاجات الجميله اللي حوالينا and enjoy beauty ونستمتع بالجمال around us. Do you think هل تعتقد فوج misses out on experiences by focusing only time؟ هل تعتقد ان فوج يفوت الكثير من التجارب؟ طبعا فوج ده غشيم مركز مع الجدول ومبوظ رحلته. Yes he misses the joy هو طبعا فاقد لمتعة السفر. Which characters approach to travel do you admire؟ أي شخصية تعجبك في طريقها للسفر؟ اتعاد مليون مرة السؤال ده. طبعا قلنا باسبارتو ليه؟ because he enjoys the journey هو اللي استمتع بالرحلة أما التاني مضيع الرحلة على نفسه بكتر المواعيد. زي ما قلت الأسئلة عايز تحل أهو هتقرأ السؤال ومع نفسك فاعل فعل مفعول حسب رأيك آخر سمري لآخر فصل أي كلمة جديدة احفظها. إن بومباي في مدينة بومباي فوج بوت اشترى ترين تيكتس نزل بقى من السفينة واشترى تذاكر while باسبارتو admired the scenes بينما باسبارتو كالعادة مندهش بالمشهد and فيكس فولد وفيكس ماشي ورا باسبارتو. فيكس ده المحقق. The train passed villages القطار عدى بقرى and forests وغابات but stopped because railway was unfinished وقف بقى في بومباي ما كانش القطار مكتمل الأطبان ما كانتش مكتملة فكان لازم يقف ويغير. فوج رينتد اتأجر فيل مفيش بقى مواصلة جوه في الغابات ففوج راح مشاري اتأجر فيل بسرعة عشان هو يهمه الوقت. saying قائلا time is more valuable than gold الوقت بالنسبة لنا أقيم من الذهب. through the jungle أثناء الجنجل الأدغال they saw wild life شافوا الحياة البرية and rescued
أودة، وأنقذوا واحدة اسمها أودة تعرض لكارثة. A young woman هي امرأة شابة in danger تعرضت لخطر، واللي أنقذها فوج وحبته بعد كده. With her the continued by elephant. Then train to Calcutta. بعديها خدوا قطار بقى الكالكوتا بعد ما مشوا مسافة بالفيل. losing time طبعا فقدوا بعضا من الوقت and money والفلوس but saving life. بس انقذت حياتهم لأن قابلهم مشاكل كتير في الغابة وعرفوا يطلعوا منها سلام. ده النص اللي احنا قلنا ما فيهوش حاجة جديدة. ايه الأسئلة بتاع التشابتر؟ Where did Fogg, Passepartout and Fix begin their journey in this chapter؟ طبعا مش هيجي سؤال ابدا عن هذا التشابتر، انت مش بيختبرك في تشابتر واحد. They began to Bombay's Grand Train Station. What destinations ما هي جهة الوصول was the new railway line supposed to reach؟ ايه الجهة الوصول اللي المفروض السكة الحديد الجديدة توصل لحديها؟ It was supposed كان من المفترض to reach أن تصل إلى الأباد هي بيسموها الهباد and then كالكوتا. بلد اسمها أباد وكالكوتا، ودي أسامي بلاد في الهند مش مطالب تحفظها. السؤال رقم 3 What kinds of people ما نوع الناس did Passepartout see at the station؟ He saw British officers شاف ضباط بريطانيين Indian traders وتجار هنود women in saris ستات لابسة الساري وده لبس هندي قديم and pilgrims شاف حجاج واقفين بلبس الحج. What did the pilgrims carry with them؟ كانوا الحجاج دول شايلين ايه معاهم؟ They carried walking sticks عصايات للمشي and copper pots وقدورا نحاس عصاية يمشوا بيها وقدر من النحاس. Why did Fix continue to travel with them؟ ليه فيكس المحقق مستمر في السفر معاهم؟ He was waiting for the arrest warrant كان مستني أمر القبض عشان يقبض عليه في لحظتها. And follow Fogg secretly وكان متبع لفوج سرا. What animals إيه الحيوانات did Passepartout see from the train؟ اللي شافها باسبارتو من القطار. He saw herd of animals معناها مجموعة أو قطيع من الإليفانت الفيل. How did Fogg describe elephants؟ إزاي فوج ده وصف الفيلة؟ He said هو قال they were reliable إنهم موثوق فيهم الفيلة، ده كان رأي فوج. Animals حيوانات موثوق فيها for carrying loads إنها بتشيل الحمل والعبء عندها قوة تحمل. loads يعني عبء. What food did merchants ما الطعام اللي merchants اللي هم التجار sell at the small station؟ They sold spiced tea هم كانوا بيشربوا شاي متبل، وكمان رايس كيكس كيكة بالرز and fruit طبعا حاجات غريبة وأكلات غريبة لأن ما تنساش هم بيلفوا في بلاد غريبة. Why did the train stop on the third day؟ ليه وقف القطار في اليوم الثالث؟ The railway line was unfinished. لحد هنا الإجابة لأن خطوط السكة الحديد أو خط السكة الحديد was unfinished لم يكتمل، لم يكن مكتملا. الرقم 10 How many miles كم عدد المايلز of jungle had no railway line؟ كم عدد الأميال اللي في الغابة اللي ما كانش فيها خط سكة حديد؟ 50 miles 50 ميل دي اللي ركبوا فيها الفيلة. الأسئلة الكريتيكال وهي الأهم. Would you feel safe؟ هل كنت ستشعر بالأمان traveling across the jungle on an elephant؟ وانت مسافر في الأدغال على الفيل؟ No because wild animals لأن الحيوانات البرية and rough path are dangerous كانت حيوانات خطيرة والممرات كانت rough يعني وعرة. Do you agree with Fogg؟ هل أنت تتفق مع فوج that time is more valuable than gold إن الوقت أقيم من الذهب؟ Yes because time can't be replaced once it's lost. طبعا لأن الوقت لا يمكن استبداله بمجرد ما يفقد، يعني اللي يعدي خلاص ملوش تعويض. Was Passepartout right to call the price of the elephant robbery؟ هل كان باسبارتو محقا عندما وصف سعر الفيل بالسرقة elephant robbery؟ ولماذا؟ Yes because the price was extremely high اللي هو يقول لك يا عم دي سرقة،
دي مش تجارة، ده بيسرقوا في الناس. would you spend a fortune؟ هل كنت تصرف فورتيون يعني ثروة to save time عشان تشتري الوقت؟ كنت هتدفع فلوس كتيرة عشان تشتري الوقت، زي لما يكون عربية هتحمل ركاب وانت تقول له على حسابي هاخدها وامشي. No, because money is also important، لأن الفلوس كمان مهمة for future needs، لاحتياجات المستقبل. طبعا وده رأي، تقدر تخالف رأيه براحتك. 15. How do you think؟ كيف تعتقد فوج's decision، قرار فوج to rescue أودا، أن ينقذ الست دي، it changes the story، غير القصة، it adds drama، ضاف دراما عليها يعني، and new challenge، وتحدي جديد بالنسبة له. Do you think؟ هل تعتقد فوج is motivated by honor or pride in his decisions؟ هل تعتقد ان فوج مدفوع بالشرف ام بالكبرياء؟ فوج ده ليه بيعافر كده؟ هل ده كبرياء ولا شرف ان هو عند كلمته في قراراته يعني؟ he is motivated معناه هو مندفع by honor، بالكرامة والشرف، shown by saving أودا، وده واضح جدا في إنقاذ الأودا، كان ممكن ينفض لها ويمشي لو هو شخص عنده كبرياء. What lessons، ما الدروس about flexibility in plans can we learn from this chapter؟ ايه الدروس اللي ممكن نتعلمها عن المرونة في الخطة في هذا الفصل؟ we must adapt، يجب نتأقلم بسرعة. لما لقي الست كان عطلته شوية على فكرة ان هو ينقذها. we must adapt quickly when plans change، يجب ان نتأقلم بسرعة عندما تتغير الخطة، ما نقعدش بقى نلوم نفسنا ونضيع وقت اكبر يعني. 18. How does the unfinished railway show limits of technology in 19th century؟ ازاي وضحت السكة الحديدية انها غير مكتملة في حدود التكنولوجيا الموجودة في القرن 19. It shows that progress، ان التقدم was slow، كان بطيء، عشان كده خط السكة الحديد اتعمل منه جزء وما كملش، فالتقدم كان بطيء والباقي مش مهم. What would you have done if you were in Fogg's palace؟ سوري بليس، معناها وات وود يو هاف دون، ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان فوج؟ في ايه بالظبط؟ المفروض يحدد لما يجي سؤال اخر السنه. اي وود اولسو هاير، كنت هاجر اليفانت فيل لما الاقي القطر ما فيش، تو كيب موفينج فورورد، لكي اواصل التقدم، اتحرك لقدام. وات داز ذيس تشابتر، برضه مش هيجي يسالك على ذيس تشابتر طبعا. تيتش اس، بيعلمنا ايه؟ it teaches that saving lives، معناها ان انقاذ الحياه is more important than winning a race، انقاذ الحياه مهم اكتر من الفوز بالسباق. طبعا انه وقف وانقذ الست، واحد غيره كان مشي وكان قال لك انا مالي، انا عندي حاجه عايز الحقها. علشان كده حضرتك محتاج تبص على الكلمات الصعبه، بس لازم تبص عليها تاني، وبيني وبينك الأصعب كلمات هي بتاع التشابتر الأخيرة اهي. الكلمات دي هي أرخم كلمات، هي التشابتر الأخير أهو، هم دول رخمين جدا، فيهم كلمات رخمة الحقيقة، زي مثلا كلمة باراتشيز يشتري، جديد عليك، onward للأمام، مارفل إعجاز، هيزنج معناها يصدر صفير، دون الفجر، دي كمان فيندورز اللي هم الباعة المتجولون، بيلجريمز الحجاج برضو صعب عليك، هيزيتيشن التردد، ساريز اللي هو ده لبس هندي اصلا، كوبر بوتس اواني نحاسيه، شدر برضو جديده بمعنى يهتز بعنف، شدر كان ممكن يقول لك ترمبل ولا حاجه، بس هم بيحبوا الكلمات الرخمه دي. بريز اللي هو نسيم البحر، ثاتشد روفز اسقف من القش، بنيان تريز اشجار التين برضو جديدة، ريليابل خدتوها عادي موثوق فيه، suspicious مريب أو مشكوك فيه suspicious، bitterly بمرارة، merchants التجار، jolt awake معناها يستيقظ فجأة، jolt awake، conductor برضو معناها المحصل بتاع القطار، الكمساري conductor، nonsense يعني هراء كلام فارغ، ماهوت، كلمة ماهوت ده السايس بتاع الفيل اللي بيجر الفيل ويسلمه لك وياخده بعد الإيجار ما يخلص، برضو كلمة غبية. دنس كثيف، كلاتش يمسك بشدة، دول أصعب كلمات أنا من وجهة نظري. ريستلس عادية ماشي،
conscious unconscious يعني فاقد الوعي. بس يعني دول الكلمات الغلسة الحقيقة اللي ممكن توقفك شوية. غير كده هقول لك تاني اسمعها بالعربي واعرف الشخصيات وكل واحد عمل ايه فقط، وجاوب انت بقى من نفسك الفاعل ثم الفعل ثم المفعول، وشوف وانت بتقول الفعل نطقته ماضي يبقى لازم تشتغل في زمن ماضي، نطقته مضارع يبقى تشتغل في المضارع، حسب ما تنطقه اشتغل بيه. اوكي؟ فموضوع سهل، ما تروش نفسك خالص بموضوع القصة طالما انت عرفت القصة العامة بتقول ايه ومين هم الشخصيات ومين الايجابي ومين السلبي وده كان مهتم بايه وده كان مهتم بايه. بعديها هتتكلم عن نفسك وعلاقتك بالقصة. تحياتي لكل طالب فيكم، اتمنى ليك كل الخير. طبعا دي لمة سريعة معلش للقصة، لان زي ما بقول لك الوقت مزنوق في القصة، وفي نفس الوقت انت كده عايز الفكرة العامة اصلا، تفاصيل بقى السريعة كانت عاملة ازاي، صوت البحر كان عامل ازاي، كله ده هري ملوش اي لازمة في النص. اوكي؟ بتمنى ليك كل الخير. الاهم ركز على الجرامر والكلمات عشان دي اللي مكمله معاك، لكن القصه بتخلص بعد الترم الاول تلاقي قصه جديده الترم الثاني، او حتى لو كماله ليها بس احداث غيرها. فالقصص دي عمرها ما هتكمل معاك، لكن الاهم هو السكيلز والجرامر والفوكاب. ربنا معاك، واسس نفسك في اللغه من دلوقتي يا سنه تانية علشان ما تطلعش في ثالثه تبقى متضايق وتزعل. هتزعل، تبقى محتار التراكمي ولا الجديد ولا القديم، وهتبقى في دوامه. ربنا معاك من دلوقتي، اسس نفسك، لان اللغه لازم تبقى لاممها كلها زي الكورس كده. اشوفكم بكل خير، سلام.